شلون الواحد عقب ما يعتزل المهنة يروح يفضح العالم اللي يشتغل معاه، يعني تعيش معاهم سنين بالكواليس وعقبها تروح تدين وتفضحهم. أسماء جلال الفنانة المصرية اللي الكل يعرف عنها إنها بحالها وماشية من الحيط، ولا تسوي مشاكل ولا حتى تتكلم بترندات، وفجأة يصير لها موقف وتطلع شرارتها من خبر اعتزال مصفف الشعر زايد، اللي قرر إنه يتوب ويقول إن الشغل مع الفنانات غلط وإنك تلمس شعرهم حتى حرام. بس بدل لا يتوب بصمت قرر إنه هو يفضح الأمر ويقول إنه هو بنفسه كان يصفف شعر الممثلة والفنانة أسماء جلال بيدينه. العالم طلعت وقتها وقالوا شلون تبي تتوب؟ توبوا بهدوء، هذا شيء بينك وبين الله. وهل التوبة صار فيها فضايح الحين؟ وطبعا رد فعل أسماء جلال كان جدا قوي وما سكتت، وبدورها راحت قدمت بلاغ رسمي بوزارة الداخلية وقالت الستر مو لعبة والتدين الحقيقي على حساب غيرك. بالنهاية مصفف الشعر انمسك وفتح التحقيق بأمره، والعالم انقسموا جزئين، جزء شايفه انه هو ندمان والجزء الثاني شايف انه هو يبي يركض الترند. وطبعا هذا كله على حساب العالم اللي اشتغل معاهم. اللي ابي اوصله ان التدين مو بالبوستات والتوبة مو بالفضايح، ورب العالمين يهدي الجميع. لا تنسون تسووا لنا شير وفولو ولايك على موقع البداية عشان يوصل لكم كل جديد.